رشيد وش تسوي؟ تحرق البيت؟ لا. تولع فيهم؟ لا لا لا. لا وش تسوي هذا؟ هذا نشعل هذا عافية نسخن ولما ندوشو. دوش؟ أنا دوشو. كيف يعني؟ خليك معايا تشوف الطريقة، خليك معايا. طيب لا تولع في بيت الناس. لا 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 مش من بيت الناس. ما بتولع فيهم؟ لا 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 نشعلوا نخشوا الخشب يزيد والعافية ويسخن الماء. تعال ندوشو. ندوشو؟ وش ندوشو ذي؟ خلونا نروح نشوف وش ندوش. لا يلا يلا دخلنا نشوف وش يدوش رشيد. هاي رشيد. خلي يدوشوا بالانجلي ولا بالفرنسي؟ دوش. دش ندوشوا. شاور استحمام. تقولوا انتم شاور؟ شاور هي بحال قلتي شاور بحال قلتي عندنا شاور بحال قلتي حبس. تفضل. زيد. بسم الله. خلونا نشوف طريقة الشاور في القرية. بسم الله. رشيد هذا الشاور لأنه يا اخوان اللي بياخذ شاور أو ياخذ دش أو يستحم بالماء البارد إلا أو يسخن عن طريق العافية، لكن هنا عنده هذا الابتكار عم إدريس اللي هو عبارة عن هذا الشاور الحار. هذا السخان، هذا هو السخان. شفت السخان اللي في منازلنا اللي هذا نطلق الماء من هنا، يطلق الماء. نطلق الماء يدخل هنا. يدخل هنا يتعبى الماء هنا. هذه ديال الماء تل هنا. هذه ديال العافية فين نخشوا الخشب. هنا مكان ما خشيت الخشب. هنا الخشب، هنا الجمر والسخونية ويسخن هذا هنا والماء وتطلق الماء. شوف البخار. شوف البخار. واو سخون. يطلع الماء الحار يا اخوان بالطريقة هذه. هذا هو السخان هنا في القرية، ولا يوجد في كل منزل. هذا المنزل خشبة تجلس هنا تقرب إلى القصدير على فور العافية وتطلق الماء وستتذوش وستتحمم.